كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يتقبل من راحوا الحج ويوعد اللي ما راحوش يروحوا، وبرضه بنعيد على جميع المصريين وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، والعيد الجاي إن شاء الله يكون كله محقق اللي بيتمناه. أسئلة كتير جدا جات لنا عن طقوس العيد من ناحية العلاقات السريرية والجنسية، وإمتى الميعاد الصح، وإزاي أظبطها مع أكل العيد ومع صلاة العيد ومع الأمور دي. دلوقتي إحنا متفقين على إنه الممارسة السليمة لازم يكون واكل قبلها ب8 ساعات، بالذات في الفترة بتاعت الأعياد اللي فيها أكل دسم وتقيل زي العيد الأضحى، وبالتالي أنت حضرتك صاحي لغاية ما تصلي العيد. من وجهة نظر الطب كل ما مارست على معدة فاضية كل ما كان الأداء بتاعك أحسن. يفضل الممارسة بعد صلاة العيد وقبل أي أكل. طيب لو مش قادر وجعان وكلت، حضرتك لو بتعتبر إنك أنت فطرت وبعد الفطار هتنام، يبقى لو هتمارس يبقى 8 ساعات لما تقوم من النوم بالسلامة وقبل الوجبة اللي بعديها. طيب لو صحيت اتغديت يبقى مش هتمارس قبل الساعة 12 بالليل. ده الأوقات السليمة. وبرضه نتجنب إن إحنا يعني ناكل أزيد من طاقتنا. هو الأكل مش هيروح كتير، هيفضل موجود في الثلاجة، فلكن مش لازم تدبها جامد عشان تبقى خفيف. وكل سنة وانتم طيبين.